عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أبو البدر سات. تابع مباراة المغرب ومدغشقر اليوم الآن يا حضرات على قمر النايل سات. النهارده نتعرف على التردد الجديد للقناة الرياضية المغربية حضرات على قمر النايل سات لعام 2026، المباراة الودية الدولية الاستعداد للمونديال. أول شيء بتفتح المنيو حضرات، بتروح لحاجة اسمها تركيب، بتنزل على قائمة الترددات، تضغط أوكي، دوس على الزرار الأحمر في الريموت عملية إضافة تردد جديد. هنكتب مع بعض التردد حضرات. هيكون معانا ترددين. اول تردد معانا حسبة عامة. اول تردد هيكون 122 0 7، معدل الترميزي 27500. الاستطاب يا حضرات هيكون عمودي. اضغط اوكي، هيقول لك المرسل موجود، هتضغط اوكي مباشرة، هيجيب لك علامة صح جنب التردد بالشكل ده، وتأكد ان يكون جاب معاك اشارة. هتدوس على الازرق عملية البحث، هتضغط اوكي. مبروك عليك القناة على قمر النايل سات. هنضيف التردد الثاني يا حضرات، وهو تردد 11 6 22، معدل الترميز 27500. الاستطاب يا حضرات هيكون عمودي، ولكن التردد ده حضرات لأصحاب قمر البدر 26 أو عرب سات 26، القناة الرياضية 3 على قمر بدر 26. أما التردد الأولاني يا حضرات وهو على قمر النايل سات، هنستعرض مع بعض القناة. هنقول صدق الله العظيم. القناة دي حضرات المغربية الأولى، احتمال كبير تذيع المباراة على النايل سات. التردد الثاني يا حضرات اللي هو 11 6 22، معدل ترميز 27500. الاستطاب يكون عمودي، ده لأصحاب قمر البدر 26 أو عرب سات 26. القناة بتنزل معاك دي كده على قمر النايل سات يا حضرات، وهي المغربية الأولى. احتمال كبير إن شاء الله، نتمنى من الله إن هي تذيع المباراة على قمر النايل سات بدون أي مشاكل. لا تنسى الاشتراك في قناة أبو البدر سات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.